السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. كما شفتوا في الفيديو الفايت كيفاش فصلنا وكيفاش ملحنا الجلود. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا في هذا الفيديو شي حاجه لي سبيسيال. يعني هذه الخطوه هذه المرحله ضروريه وبزاف ديال الناس كيلقاو فيها مشاكل. شنو هي هذه الخطوه هذه؟ هي كيفاش تدبغ الجلد، ولكن هذه المره هذه الطريقه باش ندبغوه ماشي طريقه تقليديه. نتوما كلكم عارفين دوك الطرق التقليديه ديال كتجيب شي كراطوار كتمضيه، ولا مثلا كتجيب شي باطه ديال السرديل كتبقى كتقبها وكتبقى كتحك بها ديك الجلده. هاد الطرق هذه كياخذوا بزاف ديال الوقت، والمشكله تقدر كاع ما تفينا بديك الطريقه اللي مزيانه. دابا حنا جبنا واحد الطريقه اللي سبيسيال، وهاد الطريقه غادي تشوفوها ان شاء الله معنا في هذا الفيديو. وبالنسبه للفيديو الفايت اللي مازال ما شافوه كنصحكم تمشيو تشوفوه، راه فيهم بزاف ديال لي ديتاي والمراحل اللي غادي ديروا باش تفصلوا الجلده وباش تملحوها، يعني وباش تقادوها يعني بداك الشكل اللي غادي توصلوا لهاد المرحله ديال الدبيغ. يلا خليكم معنا. دابا الدراري بالنسبه للجلد انا كنت قلت لكم تقريبا ندخل له واحد السيمانه ولا 10 ايام. علاش قلت لكم غادي تملحوه وديروا وتخلطوا مع الشبه وتخلوا واحد السيمانه ولا 10 ايام؟ حيت دابا كما كتشوفوا هاد الجلده هذه، شوفوا الطريقه كيفاش ولات. دابا الجلده كتقساح وكتسهل عليكم الا بغيتو تدبغوها. يعني فاش كلما طولتو كلما هذيك الجلده ملي كتقساح كتجي ساهله الا بغيتو تدبغوها. دابا هاد الجلده هذه كيفاش ولات، شو الطريقه ديالها؟ دابا هاد الملحه اللي ولات هنايا غادي نسوسوها ان شاء الله. ملي غادي نسوسوها غادي نوريكم الطريقه باش غادي نطبخها، وكما قلت لكم ما غاديش نطبخها ديك الطريقه التقليديه. اللي بغى يدبغ الجلد، الا عندك داك الديسك ديال الليمون راه مزيان. الا بغيتي دير ليمون حتى هو راه مزيان. الليمون راه دغيا كيدبغ الجلده، ولكن الليمون المشكل ديالو تقدر مثلا ديك الجلده تفورسيها على واحد البلاصه حتى كتولي رقيقه بزاف، وفي نفس الوقت داك الليمون فيه الريسك يقدر هذاك الديسك ديال الليمون يطير، خصوصا الا كان شي واحد باقي صغير شويه ما كيقدرش يتحكم في ديك القبضه ديال الليمون، وممكن يطير داك الديسك ديال الليمون. اللهم من الاحسن تجيب غير داك الديسك ديال الليمون بحال هكا، ولا شي كراطوار بحال هذا مثلا، كتجيب غير بحال هكا وكتردي
هانتوما الدراري غادي نبداو في هذه. كما قلت لكم بقدر ما كتخلوهم كثر في الملح، بقدر ما ديك الشحمه اللي كتكون لاصقه في الجلده كتقساح. صافي كتسهل عليكم الطريقه ديال الذبيح. دابا هذه غادي نسلسوها من الملحه وغادي نذبحوها ان شاء الله بهذه الطريقه اللي قلت لكم، وشوفوها راه كل واحد الابداع ديالو في الذبيح. هانتوما الدراري كاع ديك الشحمه، هاد الشحمه هذيك رمتها الملعه، ها هي هذه دابا اللي كتحيد. داكشي علاش قلت لكم خلوها ما بين 8 ايام حتى ل 10 ايام. باش تسهل عليكم هاد الطريقه هذه. البلاصه اللي كتجيكم في الجنب ملي كتكونوا كتحكوا هكا بالديسك، البلاصه اللي كتجيكم بحال هذه في الجنب ما تقدروش تحكوها، سيروا للجنب ديال الديسك بحال هكا حتى كتفوتوا لهاديك البلاصه، ومن بعد كتبداو كتحكوا عادي. بحال دابا هذه كيكونوا فيها دوك التنيات، كتجيو كتحكوا غير بالجنب ديال الديسك حتى كتحلوا هذوك التنيات بحال هكا. من بعد كتحكوا عادي. ها انتم الدراري تقريبا في ظرف دقيقه راه النص ديالها راه دغيا تطبخ. داكشي كامل بالتقنيات وتعطيها الخاطر وتعرف كيفاش تدبغها. الشحمه كتولي بحال القطن، من كثرت ما كتاثر عليها الملحه كتقسحها كتولي بحال القطن. داكشي علاش قلت لكم خلوها ما بين 8 ايام حتى ل 10 ايام صافي، وكتدبغوها دغيا كتحيد. اما الا زربتي عليها دغيا درتيها غير واحد يومين وزربتي عليها كتبقى رطبه، ما كتقدرش تدبغها على راحتك.
هانتوما دابا الدراري في المرحله ديال الدبيغ، كنت قلت لكم ما غاديش ندبغوا بشي طريقه تقليديه، وانتم شفتوا معنا الطريقه باش دبغنا بليمون. وبطبيعه الحال الليمون شوف الفينيسيون اللي كيدير، الفينيسيون كلها دابا على عينيكم. دابا شوفوا دابا غير هذه كيفاش دبغاتها، يعني كتلقى هذه دابا تقريبا راه دبغاتها في تقريبا 2 دقائق ماكسيموم، ما كتلقاش شي بلاصه اللي ماشي هي هذه. حيت هذاك الدبيغ التقليدي اللي كيكون مثلا بشي كراطوار ولا شي حاجه كتلقى شي بلاصه اللي مازال ما دبغات مزيان. ليمون فاش كدير ليه داك الديسك ديالو، ها كيفاش كيكون الديسك ديال الليمون، فاش كدير ليه داك الديسك ديالو اون فوا كيبقى كيدور، خص غير تكون الجلده مسرحه، كيمشي معاها دقه واحده في ظرف 2 دقائق. غير واحد القضيه الاخوان، ما عمركم تفرسيو على ليمون راه حيت غادي تقب الجلده. وصلنا الاخوان للنهايه ديال الفيديو. كما شفتوا معنا حنا دابا في هذه المرحله اللي هي المرحله ديال الدبيغ، وريناكم التقنيه باش انكم تدبغوا الجلده، وقلنا لكم باللي راه كاينين دوك الطرق التقليديه اللي كيكرفسوا واحد شويه الجلده في الدبيغ، وكاينه هذيك التقنيه ديال الليمون اللي كما كتشوفوا في ظرف 2 دقائق حيدت تقريبا الجلده كامله. بقاو غير هذوك الفينيسيون اللي قلت لكم كملوا غير بالكراطوار ولا بالموس. على ايين اللي ما شافش الفيديو الفايت، راه الفيديو الفايت فيديو مهم، حيت فيه طريقه كيفاش تغسل، كيفاش تملح، وكيفاش تفصل الجلده. وان شاء الله بالنسبه للفيديو الجاي خليكم معنا في لاشين باش الفيديو الجاي ان شاء الله توصلكم لا نوتيفيكاسيون وتشوفوا اخر مرحله واهم مرحله هي مرحله الخياطه. والسلام عليكم.